السلام عليكم، أهلا وسهلا بكل متابعين الجمال في كل مكان. يا رب تكونوا بصحة وبسلام. كل سنة وانتم طيبين. خدنا الأجازة وقاعدين في البيت. طب نعمل ايه نعمل ايه والدنيا برد؟ نعمل شوية كده صلصال ملون لولادنا الصغيرين يفرحوا بيه، ونهيص بقى كده ونقعد نعمل أشكال ونفرح. قلت النهاردة يعني أعمل صلصال واوريكم الطريقة لو حد حابب يعمل في البيت. طبعا بنشتريه غالي من بره، وساعات كمان بيطلع ناشف زي الطوبة والله، وما بيبقاش حلو في التشكيل. طيب نخش بقى في الموضوع على طول ونشوف هنعمل ايه، وايه اللي انا حطاه في الطاسة ولا في الطبق اللي انا هشتغل فيه يعني. حطيت نص كوباية مية او اقل، وحطيت عليهم معلقة من الملح. انا حطيت نص وهرجع تاني احط. حسيت ان الملح قليل شوية، فاحط شوية كمان. لو عايزين المقادير مظبوطة انا اكتبها لكم، لكن لو عايزينها كده بالبركة والله مفيش احلى من البركة. زي ما انا بعمل كده بالظبط، يعني هتلاقوا نص كوباية مية على معلقة ملح بنفس المعلقة اللي انا ماسكاها ديت، او معلقة الا ربع ملح كده، ونص معلقة خل ونص معلقة زيت. انا كده يعتبر حطيت نص معلقة ملح من الكبيرة على نص كوباية مية. وهحط كمان بصوا انا عندي الوان يعني الوان كنت بستخدمها يعني طبيعية في البيت، آمنة طبعا، مش الوان صناعية. كنت بستخدمها مثلا في التورت او هنعمل حاجة. عندي اللي هو السائل كده زي ما انتم شايفين، وعندي البودر اللي انا وريته لكم ده. هبدأ باللون الاحمر، البودر، وهقلبه كويس في المية. الصلصال ليه طريقتين، هما الاتنين زي بعض بالظبط، بس فكرة اللون يعني هقول لكم دلوقتي وهوريكم ازاي ان احنا نقدر نعمل اللون في المية ده بيطلع ثابت اكتر. انا بحبه يعني الطريقة دي عن التانية، وان احنا نعمله كله ابيض ونبدأ نحط الالوان عليه. طيب انا حطيت اللون الاحمر وقلبته كويس جدا، وحطيت معلقتين من الدقيق بنفس المعلقة اللي في ايدي ديت. اهم حاجة نقلبه كويس علشان ما يبقاش الدقيق مكلكع قبل ما اطلع بيه واحطه على على النار. هحطه على نار متوسطة، وهقلب فيه هتلاقوه لم كله كده زي ما انتم شايفين، لم في المعلقة. وبالنسبة للطاسة ما تقلقوش منها خالص، لان انا هحطها في شوية مية هتنضف على طول. يعني ده دقيق ومية، ده دقيق قصدي وملون يعني، مش اكتر من كده. هسيبها بقى تبرد. بصوا الطريقة عاملة ازاي. ده شكلها دلوقتي كده خلاص بقت جاهزة معايا للتشكيل او لعب ولادنا يلعبوا بيها يعني. بردت وبقت جميلة زي ما انتم شايفينها. طيب هحطها دلوقتي وهبدأ. بص الطاسة يعني نطفت على طول، يعني مجرد المية بس شوية كده فيها ودعكتها كده والله بالليفة خالص كل ده طلع. طيب هعمل ايه؟ هحط نص كوباية مية. انا زودت شوية، حطيت تقريبا كوباية الا ربع عشان هعمل بالطريقة التانية. وحطيت بقى هنا زودت معلقة زيت، معلقة خل، معلقة ملح، وقلبتهم كويس جدا عشان خاطر احط قبل ما احط الدقيق يعني. وحطيت 3 معالق كبار برضو من الدقيق. هقلبهم بنفس الطريقة. احاول ان انا لو عندي حتى مضرب بتاع بيض صغير اضربهم بيه، بحيث ان انا مش عايزة اي كلاكيع في العجينة بتاعتي دي خالص. عايزة الدقيق كله يبقى فك كده مع بعضه زي البشاميل كده. تمام. وبعد كده هبدأ ان انا ارفعهم على النار، وهديهم برضو على نار هادية تقلبتين. هيلموا كده زي ما انتوا شايفين. هقوم واخداهم مطلعاهم كده من الطاسة وهحطهم على الرخامة. طبعا نخلي بالنا عشان دي بتبقى سخنة في الاول، عشان طبعا ولادنا مستنين بقى احنا هنعمل صلصال بقى وهنلعب وهنهيص، فكله عايز ياخد. يا جماعة لسه سخنة، لسه شوفوا اهي سخنة سخنة سخنة. اتلسعتوا؟ لا محدش اتلسع الحمد لله. وبعد كده هعجنها شوية كده عشان خاطر تبقى ناعمة معايا زي اي عجينة يعني. تمام. هبدأ ان انا اعجنها شوية كده كتار على الرخامة، وهي اصلا بمجرد ما انا بعجنها، واحنا اصلا كمان في شتاء والجو ساقعة، هتبرد على طول يعني. بعد كده هبدأ ان انا هقسمها على 4 حسب طبعا الالوان المتوفرة عندكم. انا عملت الاحمر، هسيب واحدة بيضة زي ما هي، وهعمل بقى اكمل ببقية الالوان. عندي اللون الموف ده، لو تقلته هيطلع موف غامق،
ولو حطيت بسيط زي ما انا حطيت هيديكوا اللون اللي هو يعني مش بنكي كده، لا يعني هيبقى مو فاتح يعني. تمام. الطريقة دي برضو حلوة لان انا بعملها كلها مرة واحدة، وببدأ الون العجينة واقطعها برضو مرة واحدة من غير بقى ما كل لون على البوتاجاز لوحده. لكن التانية بيبقى اللون بتاعها بالنسبة لي، يعني انا بحس بكده ان اللون ثابت اكتر، يعني انا بحبها بفضلها برضو بفضلها. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة عليكم يا رب، ورمضان كريم، وتبقى ان شاء الله اجازة سعيدة وتتبسطوا بيها، وان شاء الله النتيجة تطلع بالنجاح يعني والتوفيق لكل المراحل الدراسية. عملت برضو واحد اخضر، عندي بودر برضو لون الاخضر، مش عندي سايل يعني، حسب الموجود عندنا. تمام. طيب عندي كمان اللون التانية دي هسيبها كذا ما هي، اللون الاصفر من الكركم طبعا، ده متوفر عندنا كلنا. حتى لو ما عندكيش الوان تقدري تعملي ابيض، وتقدري تعملي اصفر بالكركم و وبس يبقى معاكي لونين، يعني ده اقل حاجة وابسط حاجة، يعني مكونات موجودة في كل البيوت، ونفرح ولادنا وحاجة مضمونة وعاملينها بايدينا. دلوقتي نحضر بقى الحاجات بتاعتنا. احنا طبعا يعني على مدار السنين اللي فاتت يعني كنا بنجيب الصلصال، وطبعا الحاجات دي كانت بتبقى موجودة معاه. الصلصال بيبوظ وبنرميه بعد ما بينشف وكده، وبنحتفظ بالحاجات اللي كانت معاه. وهنا برضو كنا جايبين، كان جايلنا هدية من واحدة صاحبتي عزيزة عليا، وبقول لها شكرا جدا، كانت جايبه لي الصلصال ده لبنتي، واحنا طبعا احتفظنا بالعلب ما رميناهاش لحد النهارده. فهستخدمها برضو ان انا احفظ فيها الصلصال بعد ما يلعبوا بيه، او حتى ان انا طبعا اهم حاجه ما يقعدوش بقى يلخبطوا كله على بعضه. هيعيش معاكي في العلبه ده، تحطيه في التلاجة ممكن 3-4 ايام. والله فكره حلوه جدا، والولاد هتتبسط بيها لو عملتوها. نفرد بقى كده ونجرب ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. كله طبعا عايز يلعب ويهيص، ما احنا عاملينه ليه يعني؟ عشان احنا اللي نلعب بيه، احنا هنلعب بيه برضو معاهم يعني. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ نعمل البطة. بصوا مش ملزق معايا ولا اي حاجة، والله فكرتوني بالعجين والبيتزا والحاجات دي. ده شكل اللي لقيته عندي بطة واحدة بقى، نجمة ستار، طبعا لونها اصفر، وبيتشكل معاكو بكل سهولة. بصوا. طب البطة دي بقى كده نعمل لها عين، اعمل لها عين لون ايه؟ لون ايه؟ اعمل لها عين حمراء، مش معايا بقى اسود انا. حلو والله، ايه رأيكم؟ وده برضو يرجع تاني نحطه على بعضه ونبدأ نشكل بيه حاجات تانية. افكار، بدل ما الولاد الصغيرين ماسكين التليفونات الله يهدي الجميع يا رب. ما احنا في اجازة بقى. طيب اللون الاخضر ده معايا، ده ايه ده؟ كلب ده صغير ولا ايه؟ واعمل له برضو ايه؟ عين، اعمل له عين عين بيضة بقى. عايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم في الحاجات اللي احنا بنعملها دي. ده برضو ايه؟ طبعا هما بهدلوه في اللون الاحمر. اللون الاحمر ده يعني قوي جدا،
حتى هو الوحيد اللي معلم في صوابعي تقريبا. كترت في البودر بتاعه وانا بعمله، طلع احمر احمر بقى، بس حلو يعني. طيب الابيض ده بقى اللي هو العادي من غير الوان، نشوف ده شكل المشروم ده. ونرجع برضو ايه بقية العجينة او الصلصال تاني. طيب هنهيص بقى كده ونعمل اشكالنا وحاجتنا، وهوريكم هنعمل ايه. تحتفظوا بيه كده زي ما قلتلكم في العلبة، ولو ما فيش علبة ممكن في كيس من بتاع السندوتشات، ويتحط برضو ايه في التلاجة، وهيفضل معانا طري كده وكويس من 3 ل4 ايام، ومش مكلف خالص طبعا زي ما انتوا شفتوا انا عملته في الاول. ولادي بقى طبعا قعدوا يعملوا اشكال، اللي عمل بسلة، كل واحد يعمل اللي في نفسه بقى. انا برضو بحب اعمل الاول الوردة، اعمل لكم وردة حلوة. هنبدأ كده نعمل كور مقاسات متساوية، 3 أو 4 من نفس اللون. وبعد كده هنكورهم زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ ان احنا ندوس عليهم ونبططهم كده، بحيث ان احنا نعمل شكل كده يعني دايرة، نحاول نظبطها انها تبقى دايرة. تمام، ونحطها كده، وبعد كده نعمل اللي بعدها، ونحط الطرف على الطرف، نحاول نخليهم قد بعض. الطرف على الطرف كده، تمام. وبرضو التالتة بصوا ما ظبطتش معايا بالنشابة بتاعه الصلصال دي، لا حسيتها برضو ان هي مش، انا كنت بعملها احسن من كده، بس ما علينا يعني، والله ما نزعلها، نحطها برضو. والرابعة دي كمان، مش عارفه انا عماله اعمل في الصلصال كده مش عارفة، حسيت ان انا في العيد. واحط برضو على الطرف، وبعدين هبدأ ان انا ابرمهم كده على بعض. نظبط كده، وبعدين هبدأ ان انا بصوا ظهرت اهي من النص كده، هقسمهم علشان خاطر هطلع منهم وردتين. دي من الحاجات المحببة الى قلبي وانا بعملها بالصلصال. بصوا الشكل الجميل ده، عندكم بقى الاحمر والبينك طبعا، الالوان الجميلة دي حلوة. غطيان العلب عليها برضو اشكال العربية، السمكة، الفيل. طبعا هنا بعد بقى ما خلصنا ولعبنا وعملنا الاشكال الجميلة اللي انتوا شايفينها، نجوم بقى وفراولة، والبسلة فصصناها، وده مش عارفة وش حد عامله يعني، ايوه هو ده بق كبير، مشروم، بطاطس. شوفوا البطاطس دي، يا رب ان شاء الله يكون ده تقريبا الفيديو جبنة. عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.